مساء الهنا والسعادة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ مشوية، هنعملها بتتبيلة حلوة جدا جدا. هنقدم جنبها رز مبهر وسلطة زبادي وسلطة كده خضرة. عايزة اقول لكم بجد اكلة تحفة، هنعملها بمقادير بسيطة وان شاء الله تكون موجودة في كل بيت. بس في البداية يا حبايبي اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، ربنا يخليكم ليا، وبشكر اللي بيعمل لي لايك وبيعمل لي تعليق حلو، تسلموا لي حبايبي. يلا بقى كده نقول بسم الله ونشوف مقدرنا ايه. انا هنا معايا فرخة، ومعايا ربع كوباية من الحليب، معايا معلقتين من الخل، ربع كوباية من الزيت، ومعايا هنا توم، ومعايا بصل، ومعايا طماطم زي ما انت حابة كده تحطي. كل بقى دوت هاخده كده في الخلاط. معايا هنا واحد فلفل كده حامي، هحط كل الحاجات دي كده في قلب الخلاط زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم هتطلع تتبيله تحفه ما شاء الله، اللهم بارك، جميله جدا جدا. هنا هحط كله كده. طبعا اللي هيمشينا بقى الخلاط هنا اللبن والخل والزيت، هنحط كله كده برضو على بعضه زي ما انتوا شايفين. وكل ده هضربه كويس جدا. وهنا عندي الفرخة كده قطعاها يعني من 8 ل 10 حتت. هنا بعد ما ضربت بقى كده خلاص، عندي هنا الفراخ زي ما انتوا شايفين، انا بفتحها كده، بعمل لها فتحات، التتبيلة بتدخل جواها بتبقى جميلة جدا جدا. هفتح الفراخ اللي عندي كلها زي ما انتوا شايفين، بدل ما نجيبها من بره يعملوها في البيت وبتطلع طعمها جميل جدا جدا. انا هنا فتحت الفرخة اللي معايا كلها، هنزل بقى بالتتبيلة كده، هفضي كل اللي في شفشق الخلاط كده على الفراخ، ونحاول بقى ان احنا ندخل بقى التتبيلة الجميلة دي جوه الفراخ كلها كده علشان تدخل في الفتحات. انا عندي هنا شواية، الشواية دي اصلا بالكهرباء، انا لاغيه بقى السلك خالص منها، وهنشوي فيها النهاردة زي ما انتوا شايفين. انا جبت كوبايه ميه كده حطيتها في الشوايه من تحت. ويلا بينا نشوف بقى التوابل. هنا معايا توم باودر وبصل باودر، معايا بابريكا، معايا ملح، معايا فلفل اسمر، ومعايا كمون، ومعايا كزبره. وكل التوابل دي كده هحطها على بعض. ومعايا بهارات الشوي، هحط بقى كل التوابل كده على بعض وهنقلبها، لان احنا ما حطيناش توابل خالص في الفراخ زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم الريحه جميله وطعمها هيكون ما شاء الله جميل جدا جدا. انا هنا خلاص بقى كده بعد ما سبت الفراخ كده نص ساعه في قلب التتبيله دي، ما احنا مش هنسيبها كتير لان احنا مستعجلين عليها، فاحنا مش هينفع ان احنا نسيبها كتير. انا هنا بقى خلاص طلعت كده الفراخ من التتبيله زي ما انتوا شايفين، علشان نرش عليها بقى التوابل اللي هتخلي الفراخ بتاعتنا تحفه النهارده. زي ما انتوا شايفين كده كل التوابل دي هنحطها على الفراخ زي ما هتشوفوا معايا. والتتبيله هسيبها دلوقتي وهقول لكم ليه. وهنا بقى معايا التوابل الجميله اللي ريحتها تحفه دي، هنزل بيها زي ما انتوا شايفين كده على الفراخ. عايزه اقول لكم طعمها بيكون جميل جدا جدا، لو عملتوا الخطوه دي بجد هتعجبكم قوي. طعم الفراخ هتكون طعمها بجد روعه. انا هنا مولعه الفرن على درجه حراره 280، اعلى حاجه عندي في الفرن هو 280. انا بقى مولعه كده على درجه حراره عاليه علشان الفراخ بتاعتنا تستوى وتتحمر وتبقى جميله زي ما شفتوا معايا كده في الاول. هنا خلاص كده بعد ما حطيت كل التوابل اللي معايا، بدعك بقى كده الفراخ كلها في بعضيها بالمنظر ده علشان التوابل تبقى في كله. وبعد كده هاخدها بقى كده رصها على الشوايه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها. انا عايزه اقول لكم كمان ريحتها تحفه، كمان الطعم بجد خيال. وحطينا طبعا المية دي علشان طبعا الفراخ بتاعتنا تستوى برضو وتطلع معانا طرية وتطلع معانا حلوة. هنا بعد ما رصيت الفراخ كده على الشواية، هنزل بالتتبيلة اللي كنا سايبينها على جنب وهنحط زي ما انتوا شايفين كده. وبعد تلت ساعة طلعت الفراخ كده وقلبتها بالمنظر ده علشان نحط بقى بقية التتبيلة اللي احنا سايبينها. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا بجد، جميله جدا جدا. الطريقه دي من اروع الطرق اللي انا بعملها وبتنجح وطعمها بيكون جميل جدا جدا. كده هدخلها بقى الفرن بعد ما حطيت التتبيله، وكمان مسحت كده عليها بفرشه من الزيت، وبعد كده دخلتها الفرن. واول ما خرجت من الفرن كان شكلها بالمنظر ده. الفراخ كلها على بعض في الفرن ما قعدتش بالظبط 35 دقيقه،
وكانت استوت وكانت جميلة جدا جدا. والفراخ في الفرن عملت جنبها رز مبهر، وعملت سلطة، وعملت سلطة زبادي. قلت عشان الفيديو ميبقاش طويل اعمل انا الرز، والرز عملته معاكم قبل كده، والنهارده بقى قلت اعمله انا كده علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، علشان تشوفوا الفيديو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين قدمته بالمنظر ده. عايزه اقول لكم اكله جميله جدا جدا بجد، تحفه جدا. بدل ما تجيبي رز بسمتي وتعمليه، اعملي الرز البلدي بتاعنا وهيطلع معاكي ممتاز زي ما انا عملته وطلع معايا ممتاز. بامانه الطعم بجد تحفه جدا، وطريقه كمان بسيطه وسهله زي ما انتم شايفين. أكلة بسيطة وسهلة وتغيير بقى. طبعا طالعين من رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ومن العيد ومش عارفين نعمل أكل ايه. قلت والله لا، أنا عاملة الأكلة الجميلة دي اللي ولادي بيحبوها واحنا كمان بنحبها. زي ما انتم شايفين كده، طريقة سهلة وبسيطة، وبجد الطعم تحفة، والشكل كمان روعة زي ما انتم شايفين معايا. وده كان فيديو النهاردة، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم.